الدنيا النهارده. خليكم معايا، هوريكم بقى اماكن جديده. هنغير بقى الطريق. هي يمين كده، هوا النهارده هوا. اعتقد واضح في الفيديو الصوت، يعني هوا صوت الهوا. امبارح كان هوا حلو، يعني مش حر. ده كده البنك، ده كده نطلع جاي اسكندرية. هي سهلة على فكرة اسكندرية، لأن كل المصريين اللي بيجوا على البحر يسكنوا على البحر، فسهلة على البحر سهلة. أي شارع هتدخلوا من هنا اللي بيسعى على شارع خالد، وأي شارع من هنا هتدخلوا هتلاقي شارع خير مريض كده. احنا دايما نروح كده، هنروح كده بقى احنا المرة دي طول الطريق بقى وكده. الشوارع ده محلات آيس كريم. ده نادي، دي شواطئ بقى، دي الشواطئ كده. احنا بقى هنطول معانا. انا حبيت اطلع اوريكم الطريق ده، لان الدنيا هوا النهارده، في الوقت ده هوا، مش بيكون هوا في الوقت ده، بيبقى حر. اما تستغل بقى الهوا ده واوريكم الطريق، الشوارع. دايما نشتري في نادي السيارات، نادي السيارات دي بقى. بير مسعود، حواليكم بير مسعود بالتفصيل دلوقتي، يعني نلف ونرجع تاني كده. بس هرجع عليكم عشان اوريكم بير مسعود ونشوف حكايته ايه، وهوريكم البير نفسه ونشوف حكايته كده. بقى احنا طوالي ماشيين اهو، الطريق جانبي. بتلاقي بقى محلات المطاعم على البحر كلها. البحر كله عبارة عن مطاعم، كافيهات، قاعات، حاجات كده. ده جد. في جد تاني بقى اللي هو قدام شوية. في جد بقى اللي ب45. جد اللي ب45 ده برضو ممتاز جدا، ممتاز جدا. كده بقى على طول الطريق انت ماشي بتلاقي بقى شوارع جانبية. كل ده بيوديك لشارع خالد بن الوليد، ده شارع تاني برضو هيوصلك برضو لشارع خالد. ده مطعم تاني برضو اهو، سلطان ايوب. لان اكيد ده فيديو يهم اي حد جاي اجازة في اسكندرية، هيتعرف على الشوارع وايه اللي موجود فيها. انا عملت الفيديو ده علشانكم والله. فقلت امشي برجلي علشان الهوا، فيه هوا فعلا حلو. وده شارع تاني برضو جانبي، كافيهات بقى طول الطريق، مطاعم، فنادق. ماركت بقى، حاجات زي كده صغيرة. انت ماشي بقى. ده بقى مكان السيد اللي هو ده، هلف وهوريه لكم. مكان جميل جدا، منطقة السيد. وده النادي اللي هو عملوه ده بتاع النادي الرياضي. هقول لكم حكايته ايه، وايه المنطقة دي كانت ايه قبل النادي ده. شوفوا بقى الهوا، شوفوا حتى الناس طايرين اهو.
طيب شوف الهوا، الناس حتى هتلاحظوا من لبس الناس اللي هو طاير وكده يعني. في زحمة بقى، الجو جميل فعلا. اللي عايز يجي اسكندرية يلحق بقى قبل ما الهوا ده يمشي، يلحق فعلا. يا رب يستمر. انا كده مطولة بقى على هدخل من هنا على شارع خالد بن الوليد، وهلف بقى، هنزل الكوبري، هلف وارجع تاني للشط وهوريكم بير مسعود ومنطقة شايفين الزحمة؟ شايفين الزحمة؟ لسه بدري، احنا زحمة. دي منطقة السوق، هلف وارجع وهوريها لكم. ده الدنيا زحمة فعلا، ودي منطقة السباية. هلف كده وارجع وهوريها لكم تاني. كده انا داخلة على شارع خالد اهو. خلينا بقى نشوف، هوريكم شارع خالد بن الوليد، طولت عنده انا. هنشوف الدنيا ايه، وهلف يمين وهروح الناحية التانية. شوفوا الدنيا هايصة يعني، الناس جاية، الجو حلو فعلا، الجو جميل. احنا مطولين، هتطول بقى، طولي اللي هيطول. شارع اسكندر، هنلاقي شارع 45 بقى، نهاية بقى بالمنتزه وكده. هو آخر حاجة، أول حاجة، آخر حاجة في اسكندرية القلعة، مفيش بعديها حاجة. القلعة مفيش بعديها حاجة تعرف حتى تخرج أو مركب حتى تدخل يعني، خلاص كده. ده شارع خالد اهو، كل حاجة موجودة. شارع جانبي برضو. ده دي كافيهات بقى على الشط اهو. ده شارع خالد بيبقى مليان قوي بقى يعني، في ايه، مليان جدا. الأجازة ما تلاقيش مكان فيه فاضي تمشي أساسا. ده أحمد حسنين أهو بتاع الحلويات، كذا فرع هو. زكين هو على البحر، بتزكين. شايفين الزحمة؟ ده بقى شارع جانبي برضه اهو. شارع جانبي برضه بيوديك على برضه بيؤدي لشارع خالد بن الوليد كده برضه. كافيهات اهي. الدنيا زحمة جدا على فكرة. كده احنا وصلنا اهو بداية شارع خالد، كده شارع خالد فعلا يعني، وصلنا الزحمة بقى الحقيقية. كده المطعم اللي هو ده محل ايس كريم. كده وصلنا مطعم عروس دمشق اهو، زحمة جدا جدا اهو. مطعم عروس دمشق هو ده. كده بقى بداية شارع خالد بن الوليد الحقيقية بقى يعني، دي الشارع الحقيقي بتاع خالد بن الوليد.
اه. فكده انا هعدي الشارع. عموما الشارع ده في الاجازات مستحيل ان انت هتقدر تمشي فيه، بيكون زحمه جدا، زحمه فوق والمعقول. هعدي الشارع. ممكن انزله في الاجازات طبعا. هتشوف بقى تحت الكوبري كل مستلزمات الناس بقى اللي هي جايه تصيف. غير كده في شارع خالد برضو، اللي هيعدي الشارع هيلاقي كل حاجه موجوده فيه. فزي ما حضراتكم شايفين اهو كل حاجه موجوده. فاللي جاي مش هيلف، يعني كل حاجه موجوده تحت الكوبري، وفوق على الشط هتلاقي برضو كل مستلزمات الشاطئ يعني كده، واي حد عايز كل حاجه موجوده اهيت. ده تحت الكوبري. هنطلع بقى نشوف الدنيا ايه وفي زحمه ولا لا، ونشوف الاجواء كده. فيلا هنطلع السلالم ونشوف. طول ما انت ماشي بقى بتلاقي كده اهو اهو. ده كده انا طلعت خلاص. طبعا زي ما حضراتكم شايفين على طول الشط بقى تلاقي يعني كل حاجه موجوده، عشان اللي جاي برضه يصيف يبقى كل حاجه قدامه، كل حاجه موجوده، كل حاجه. تعالوا بقى هنطلع على الشط نشوف الدنيا ايه والزحمه والناس وكده. الزحمه، شايفين الزحمه؟ لا زحمه جدا، زحمه جدا زي ما انتم شايفين. ده شارع خالد، ده ما طلعنا الكوبري بقى، ده شارع، ده شط خالد بن الوليد. فتعالوا اوريكم قد ايه الشط ده بيكون زحمه يعني بس في الاجازات وفي موسم الصيف وكده زحمه جدا، يعني ما تلاقيش مكان بقى تمشي فيه، بيزدحموا الشتاء. يعني كل اللي بيجي وجهته الشارع ده تحت. ده الشط وده الشارع وده الوضع زي ما انتم شايفين. بيكون بقى يعني مش كده كمان في الصيف مش هتشوف البحر اساسا من كتر الناس. شايفين الزحمه. طبعا الزحمه انا مش هتكلم، حاجه فعلا مرعبه حاجه مرعبه والله، انا خايفه فعلا. يعني انا مش بنزل في الجو ده مستحيل. فقلت ان فانا فوجئت فعلا بالمشهد ان النهارده السبت، النهارده السبت. فعاده هم اخر الاسبوع بيكونوا موجودين كتير كده، لكن انا فوجئت فعلا زحمه، زحمه فعلا. شايفين الزحمه كده. شايفين الزحمه؟ كل دول عايزين يدخلوا الشط، كل دول عايزين يدخلوا الشط، جايين رحلات تقريبا.
كده بقى احنا طلعنا من الزحمة شوية. ده شاطئ اهو اسمه شاطئ فريسكا، كبير جدا. كده احنا داخلين على منطقة الصيد، منطقة جميلة جدا ومميزة جدا، من أجمل المناطق هنا في اسكندرية. ده بقى مكاني المفضل، منطقة الصيد بروح أقعد فيها جامد في الشتاء، تلاقيها هادية وجميلة والجو حلو. منطقة تراثية يعني جميلة، صيد وكده. برضه اللي عايز لانش، اللي عايز مركب، اللي عايز أي حاجة بتروح. مركب يا أستاذة، لانش مركب؟ زي ما انتوا سامعين كده، أي حد عايز مركب أي حاجة. ده كده منطقة الصيد اهيت، كلها مراكب قديمة، دي بيقولوا عليها بتاعت ناس خلاص يعني أصحابها خلاص مش عايزينها، أو ذكرى ليهم أو كده. اتفضل 25. كده بقى هطلع على بير مسعود وهنشوفه ونشوف حكايته ايه. ده بقى المكان اللي جاي ده اللي هو النادي اللي عملوه. المكان ده مش عايزه اقول لكم كان ازاي، وكان مكان مهجور، غير آمن، يعني منطقة غير آمنة إن حد يمشي فيها ويقعد فيها. يعني أنا حتى لو دخلتها بيجي حد يقول لي ما يعني اطلعي، ما ينفعش تقعدي في المكان ده لأن مش أمان يعني. فكان من الحاجات اللي هي الرعب بالنسبة لي. هتشوفوا عامل ازاي، وفي فترة بسيطة قوي يعني شهور كده، زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهو. ده الطريق اللي انا مشيت منه ولفيت ورجعت اهو. كل ده كان عشوائيات بمعنى كلمة عشوائية، يعني مش قادرة اوصف لكم يعني. وكانت منطقة خطر بمعنى الكلمة يعني. بقت زي ما انتوا شايفين وبقت نادي، عملوها نادي، بيقولوا نادي وادي دجلة، وادي دجلة. كده بقى انا طالعة على بير مسعود طريق. عايزة بقى الحق قبل الشمس، قبل الشمس. مش صعب يعني الطريق اللي جاي بقى يصيف واللي جايين يصيفوا، بما انك مش هتسكن جوه البلد وكده، فكل حاجة قدامك، ما تسألش، كل حاجة موجودة، كل حاجة موجودة. ده كده بداية بير مسعود. المكان ده يا جماعة بيبقى فيه الأجازات، مش هتلاقي مكان فاضي فعلا.
وقد ايه المكان، يعني هو كله قاعد للي عايز اهو زي ما انتم شايفين اهو، كراسي كتير جدا وكده. هنشوف بقى جوه ايه، وهنشوف بير مسعود واتكلموا كتير عنه، يعني حكايات كتير. لكن برضه ما حدش عارف ايه حكايته، يعني ليه سموه بير مسعود، يعني حكايات كتير والكلام كتير، كل واحد بيقول حاجة شكل. فأنا كده متجهة يم البير، وهوريكم المنطقة اللي هم بيجوا شط كده خطر من أخطر الشواطئ هنا، وبيعوموا فيه للأسف، وبيحصل كوارث يعني قدام عيني، يعني كذا حد وقع واسنانه وقعت، يعني قدام عيني كان المشهد. وطول ما انا قاعده حتى يعني باجي هنا في الشتاء او حاجه لو الجو حلو بطلع بقى وكده، وبحذر الناس من النزول، بيقعوا برضه، مفيش فايده. الناس اللي جايه جديد ما تعرفش ما عندهاش خلفيه عن المكان، بيتزحلقوا يقعوا. فهنا بقى بتحدث الكارثه. ده الشط بدأ يظهر اهو، ده بيجي يعوموا فيه للأسف، بيحصل بقى حاجات مش حلوة. ده البير بقى انا هوصل له اهو. شوف بقى حكاية بير مسعود، اللي بيقول لك بقى كان حد اسمه مسعود نام جنبه توفى وكده، عشان كده سموه كلام كتير بقى، كل واحد له قصة شكل. ده اهو، وده البير، ده البير. بيرموا فيه بقى عملات، بيعتقد ان هي لو عايز اي حاجة بتتحقق، هما بيعتقدوا كده. ده البير اهو. شوف الناس بتعوم، يعني منتهى الخطورة، يعني هم اساسا قافلين الشط، قافلينه، ومع ذلك بيجازفوا بيعوموا. المنطقة دي من اخطر المناطق يا جماعة، لو حد وقع مش هينفع حتى يستنجد بحد، يعني اللي هيستنجد بيه هو نفسه بخطر. بيعوموا مفيش فايدة. هي منطقة للصيد، تلاقي كلها صيادين زي ما انتم شايفين كده اهو. انا مش هدخل. برضو كانت دي امتداد طريق وادي دجلة، اللي هم عملوه نادي وادي دجلة، كانت هو برضو نفس الوضع كده، عشوائيات وكافيهات العشوائية ديت والحاجات دي. شايفين منطقة خطر بمعنى الكلمة يعني، وبيعوموا وبيسبحوا، والشباب بيسبح هنا زي ما انتم شايفينهم دول، وخطر يعني خطر معنى الكلمة، بيعوموا، شايفين بيعوموا. دي بقى لأنه مجاني، شايفين الخطر، محدش. دي منطقة بير مسعود. هرجع انا بقى امشي. كده انا طالعه اهو، وده الزحمه فعلا، احنا لسه الدور ما ادانش، زحمه بشكل لا يوصف، زحمه جدا، لكن هوا عن كل يوم صراحه يعني. هطول بقى قدام شويه، نطلع على طريق الجيش قدام شويه عند مقابل شارع خليل حماده كده، وريكم الدنيا والشواطئ والدنيا. الناس جايه هنا طبعا، هم اللي بيجوا عايشين حياتهم، او يعني مفكرين ان اسكندريه لازم تمشي كده. هم ناس جايه تصيف وجايين يتبسطوا، كل واحد بيعيش حياته بطريقته. ده نادي السيارات.
فضلت ماشي، ممكن تفضل ماشي عادي لحد بحري لحد القلعة عادي، لو انت بقى يوم مزاجك حلو قوي عايز تمشي برجلك. على فكرة الطريق من أول اسكندرية، من أول الفزح لبحري في آخر القلعة بالسيارة. لو انت بالسيارة الطريق سالك يعني مفيش زحمة، أقل من ساعة. لو زحمة قوي بقى ممكن ياخد الطريق ساعة، ساعة ونص كده يعني. لو زحمة دي مش كتير يعني. لا ساعة ايه؟ لو مش زحمة مش ساعة خالص، نص ساعة تقريبا، ساعة ايه؟ ولو برجلك هتمشي تفضل ماشي عادي الطريق كده اهوت، ان انت ماشي على الرصيف ده كله على الرصيف، مفيش أي خطورة. الشواطئ اهي. ده شاطئ تاني برضه جميل جدا، من أجمل الشواطئ برضه، اللي هو ده مقابل البنك الأهلي، جميل برضه، لكن زحمة أوي أوي، شاطئ كبير جدا. ده جيلاتي لبنان اهو بارد. ده الشارع اللي أنا طلعت منه اهو. بيت الجملة ده بقى ماركت. ده الشواطئ اهو، زحمة زحمة جدا فعلا. ده بقى شاطئ تاني برضو اهو، حلو برضو، جميل. ده شاطئ تاني برضو هنا اهو، ده بقى مقابل شارع خليل حمادة كده. كل بقى وانت ماشي شواطئ، بس ده شاطئ ده حلو برضو. الشواطئ الجميلة. زحمة جدا، الناس من تقريبا نايمين في الشواطئ تقريبا. باصات جاية بقى محملة برضو اهيت. هما بيجوا مش بيناموا يعني، هما بيجوا على طول على البحر مش بيناموا. واللي جاي ده برضه شط تاني برضه، انت ماشي بس هما الشواطئ اللي جددوها واتعملت سيارات حلوة واتظبطت يعني، بقت حلوة يعني. ده شاطئ اسمه ورد صيدان. يغسلوا الشوارع، شايفين؟ دي كلها شواطئ اهي، مناطق حيوية كلها يا جماعة. ده شارع خليل حمادة اهو، طريق اهو راجل جميل اهو، الساعة الصبح اللي قاعد جوه الشواطئ. الشاطئ اهو، كل الشواطئ زحمة على فكرة جدا، الناس كتير النهاردة يعني جايين، جو حلو جدا، فكل الشواطئ زحمة جدا. شايفين اخر الشط اهو، ناس زحمة قوي قوي، كله على الشط اهو، بيعوموا على الشط، هم مش بيعرفوا يعوموا اساسا. اكتر شواطئ اسكندريه يا جماعه خطر، فاللي جاي يخلي باله ما يجازفش يعني. معروفه اسكندريه الشواطئ خطر.
جاي يخلي باله فعلا. كده وصلت لاخر الفيديو. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. تعبت واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اجمل واجمل.